بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا الكرام متابعينا أعزاء، كبسولة الليلة عبارة عن فضفضة صغيرونة نقول فيها دايما جوا كل زول فينا غرفة مغلقة كتير بنحاول نقرب منها لكننا بنخاف ندق بابا، بس برضو بنضحك عشان نضاري بيها أحزان كتيرة. بنضحك بنبتسم، ما لأنه الإنسان اللي بيبتسم قدامك أو اللي بيضحك زول مرتاح مرطب. ما بنضحك عشان ما شايلين هموم الدنيا وما شايلين هموم أهلنا وما شايلين هموم الناس، بس بنضحك أنه عندنا ناس غالين علينا كل همهم أنه دايما يشوفونا بخير. عشان الناس ديل لازم نضحك، لازم نبتسم. برضو بنضحك بس عشان عيون أطفالنا ما يذوقوا الهزيمة. لازم كلنا نعمل مع بعض عشان نرسم ابتسامة صغيرونة في شفاه زول بيعاني، ما قادر ياكل، ما قادر يشرب، ما قادر يعيش. لازم نبتسم في وشه، لازم نضحك ونبتسم ونطمم الناس العيانة، نقول لهم باكر كل الآلام بالزول، وحتما نعيش أيام حلوة. كلنا راجلنا كبارنا وصغارنا قاعدين جوا والمشوا بعيد. فنحن دوما نذكر بقصيدة جميلة جدا قرأتها تقول: تركت لله أمري لست في قلق، تركت لله أمري لست في قلق، والأمر لله ليس الأمر للناس، تركت لله أمري سوف يذهبها عني الهموم وما عانيت من بأسي. ما كان ربك ينسى من يؤمله، لو كنت عن وجعي عن غايتي ناسي، استودع الله نفسي سوف يحرسها من أخمص الرجل حتى هامة الرأس. كونوا بخير واتقوا بعافية، في أمان الله.